يا مساء الخير. طبعا كتير منكم طلبوني وصفة الكوكيز، فأخيرا صورتها لكم. دايما كنت بعمل كميات كبيرة، فما كنت بقدر أصور لأنه بحس إني عايزة أنجز وكده. فأخيرا جاتني طلبية صغيرة كده وقلت أصورها معاكم، فيلا أكتبوا معاي. عندي نص كوب من الزبدة، تكون الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. حضيف عليها نص كوب من السكر الباودر، وحابتدي أخفقهم كده يا إما بمضرب يدوي أو بالشوكة، أو حتى ممكن بيدكم بأطراف أصابعكم تقلبوا زي ناس زمان كده. طبعا كانوا بيعملوا بيدهم عادي جدا. بعد كده عندي ربع كوب من الزيت، هبتدي اضيف الزيت ده على مراحل شوية شوية، وكل ما اضيف زيت بخفق كويس لما الزيت يختفي تماما. بعد كده اضيف الكمية التانية عشان الزيت ما الكوكيز ما يزيت لكم كده. فبعدين حأضيف عليه حباية من البيض، وأضيف مغلف من الفانيلا، وحأضيف ملعقة صغيرة من الخل. ما تكتروا خل لأنه بيعمل لكم عليق في العجينة. بعد كده حضيف عليهم رشة ملح، وحابتدي أخفق لحد ما أحصل على القوام الكريمي. يكون كل حاجة امتزجت مع بعض، والزبدة ما فيها تكتلات. طبعا الزبدة لما تكون بدرجة حرارة الغرفة فما بتتكتل معاكم، حيكون معاكم الخليط بالقوام ده. بعد كده حضيف عليهم نص كوب من النشا الكورن فلاور. لما نضيف زيت في الكوكيز لازم نضيف النشا، لأنه النشا بيمتص الزيت، ما بيخلي لكم العجينة تكون مزيتة. إذا أنتوا عملتوا زبدة فقط بدون زيت بتقدروا إنكم تستغنوا عن النشا وتستخدموا الدقيق فقط. بالنسبة للدقيق، أنا هنا عندي كوباية من الدقيق منخولة، فحأضيف كده الدقيق شوية شوية كمان وأقلب. إذا احتجت زيادة حزود. في الوصفة دي أنا هنا كنت احتجت كمان زيادة في العجين، فاستخدمت كوب وربع من الدقيق. بس بيختلف طبعا على حسب عجنة وعجنة، على حسب نوع الدقيق. في أنواع دقيق بتمتص السوائل، وفي أنواع لا. فأنتوا شوية شوية زي ما شايفيني أنا بعمل جبت هنا نص كوب تاني، فأنا بعمل شوية شوية كده بضيف علشان أشوف العجينة كيف في يدي. ولما العجينة تبتدي تلم معاكم لازم تعملوها بيدكم عشان انتوا تكونوا تتحسسوا العجينة إذا بتلزق في يدكم أو لا. بعد كده احنا حنبتدي نقلب فقط، ما حنعجن. شايفين أنا بقلب تقريبا كده بأطراف أصابعي، ما بعجن. لما أعجن بتكون العجينة فيها علق كده وما بتكون كويسة. فبس بعد ما خلاص لميت كده كل العجينة، شايفينها ملساء وما شربانة زيت ورهيبة كده. بعد كده أخدتها في التلاجة لحد ما ابتدي اني اشتغل فيها. هنا بوريكم ده الكوب المعياري اللي انا استخدمته، ده نص الكوب. فاستخدموا الكوب المعياري بيكون لكم افضل. وهنا عندي القطعتين ديلو قوالب السيليكون اللي انا حزين بيها. في الفيديو ده هعمل لكم كوكيز جيرتج، فبوريكم هنا المقاسات بتاعت القطاعات. هنا للهلال ده ما عندي قطاعة صغيرة، فأنا عاملة الغطا ده كده، أو اللي هو بتاع علبة، فأنا عاملة الغطا عشان أقطع بيه. هعمل السوميته وهعمل المبخر وهعمل البتاعة دي آه اسمها شنو رايح علي اسمها. فديل هعملهم في شكل كده اسطواني. هقطعهم. وده هنا الجليتر، انا هستخدم جليتر ذهبي للحاجات اللي بيكون لونها ذهبي زي الهلال والجنيه وكده. فبس هنا بعد ما خلاص العجينة بردت معي في التلاجة وارتاحت شوية، هابتدي اني افرد العجينة بالسماكة اللي انتوا حابينها. بالنسبة للكوكيز انا ما بحبه يكون عالي خالص، وما بحبه كمان يكون رفيع بحيث انه يتكسر. فبفرده كده ارتفاع يكون مناسب، وبعد كده هابتدي اقطعه على طول. بالنسبة لعجينة الكوكيز ما بنضيف فيها باكنج باودر ولا باكنج صودا، لانه احنا ما عايزينها ترتفع، عايزين او يكبر حجمها. عايزين العجينة تكون بنفس القطعة اللي احنا قطعناها، عشان حنجي نقطع بنفس القطاعة عجينة السكر. عشان كده ما عايزين الكوكيز يتغير حجمه ابدا. هنا قطعت كل الكمية كده. بالنسبة للهلال انا بقطعه مدور، بعدين بجيب الشكل الاسطواني ده وبقطع طرف العجينة كده بحيث انه يكون هلال. كنت مصورة لكم الفقرة دي بس لقيت الفيديو ممسوح ما عارفة وين مشى. ودي بقية العجينة. انا افرد العجينة كده على يدي. لو انتوا يتبقى معاكم عجينة ما حتستخدموها، تفردوها كده وتغلفوها بكيس بلاستيك وتدخلوها الفريزر، بتقعد معاكم أطول فترة ممكنة. بالنسبة للكوكيز بعد ما خلاص أنا خديته كله على الصينية، هدخله على الفرن على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت، وحأخليه تقريبا لمدة 20 دقيقة. أنا ما بحب الكوكيز يتحمر لأنه بيغير لي شكله كده، يعني شكله ما بيكون حلو. فبس تخلوه كده يا داب يتحمص ياخد له لون بيج كده، وبعد كده تطفوا عليه. بيكون بالشكل ده معاكم جميل جدا. طعمه لذيذ خفيف وهش، وفي نفس الوقت ما بيتكسر، يعني الكوكيز ماسك نفسه.
وفي نفس الوقت ما بيكون قاسي. طبعا الناس اللي حتيجي تقول لي ما فيه باكنج باودر حيكون قاسي، ابدا ما قاسي، هو طري وناعم جدا. فبس انا هنا خديته على الشبك طبعا عشان ينشف، وتاني يوم حاشتغل فيه عجينة السكر، ما حاشتغل عجينة السكر في نفس اليوم. هنا ابتديت اني اشتغل. طبعا بالنسبة لقالب السيليكون ده كتير منكم سألوني منه. القالب ده من موقع اسمه بيكر تولز تقريبا، هحط لكم الرابط بتاعه في اول تعليق. اشتريته منهم صراحة، ما حبيته يعني، بس انا مضطرة اني استخدمه لانه ما لاقي لي حاجة تاني لأشكال الجرتك دي غيرها قطاعات. مثلا أنا بحب دايما للكوكيز استخدم القطاعات، بس ما لقيت عندها قطاعات فاشتريت منها القالب ده بس. على العموم في عندهم، في حتى عندهم قطاعات وحاجات أختام للجرتك والحاجات دي، بس ما كانت متوفرة لما أنا طلبتها. فبس انا حابتدي اخد بالنسبه للي هعمل فيهم جليتر، باخد الجليتر بالفرشه اللي انتوا شايفينها دي، بدهن الجليتر على القالب. بعد كده اخد فيه العجينه وابتدي اني افرده، وبطلع الختم مختوم فيها، وبالجليتر ذات نفسه بيكون مضروب، يعني الجليتر بيكون معمول فيها. بالنسبة للشكل بتاع السبحة بعمله بنفس الشكل ده، باخد كورتين كده صغار واخدهم في الدورانيات الصغيرة، وبعد كده اعبي الباقي باللون الاسود، وبيطلع معاي بالشكل ده. هنا انا بالنسبة للشكل السبحة، البسكوت اللي هي مدورة عملت فيها عجينة سكر دائرية عشان اخليها كأرضية كده. بعدين هاخد فيها هلزق من الاطراف كده، اخد موية والزق فيها السبحة، بيكون بالشكل ده. شكلها جميل جدا. السوميتة كمان بنفس الفكرة. عايزة اوريكم هنا بس طريقة السوميتة. طبعا انا بختم السوميتة في القالب السيليكون برضو كمان بالجليتر. بعد كده عشان اجي اعمل الشكل اللي هو بيكون في السوميتة من النص ده، باخد قطعة صغيرة من اللون الاسود، عجينة السكر اللون الاسود، وبفردها كده رفيع بيدي، بعملها كده شكل برمة. وبعد كده بجي اخدها في الاطراف بالجانبين، باخد لون ابيض من العجينة السكر. فبس بيكون شكلها كده زي السومية اصلا جاهزة، يعني قصدي زي السومية اللي بنشوفها يعني عادي، السومية العادية. فبس هنا دي اسمها كلمة أبشر، فطبعتها باللون الأحمر، وعادي حطلعها وألزقها. القلب السيليكون صراحة استخدامه شوية ممل، عشان كده أنا دايما لما تجيني طلبية كوكيز جيرتج ما بقدر أصور لكم التزيين كامل، لأنه صعب أتحكم في القالب براحتي. فبس كده، ان شاء الله ان الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف ولطيف عليكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوا انكم تعملوا له شير، وما تنسوا انكم تكتبوا لي كلمة حلوة في الكومنت. ولو انتم ما مشتركين في القناة اشتركوا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بكرة. باي باي.